انا لا طلعت ولا نزلت. كل لما اجي اخرج الاقي عسكري واقف لي على الباب، معرفش ليه. ما ينفعش اخرج، لازم انت تيجي بنفسك تشوف ايه الموضوع بالظبط. خلص يا عماد. طب سلام سلام. والله العظيم هو اللي نط قدام العربيه، وبعدين انا مش فاهم ايه اللي خلاه يعدي وانا بعدي. ها، عامل ايه النهارده؟ انا تمام التمام يا كده. كل حاجه اترصت جنب بعضها. الواد اللي خبط حماده دكتور، وابوه صاحب المستشفى دي. تلاقي شهادته مضروبه زي اللي كنا بنعملهم زمان. ايوه، عشان كده الراجل خاف على ابنه وردم على الموضوع. بس كده الحكايه بقت صعبه قوي، مش هنعرف ناخد منهم لا حق ولا باطل. بالعكس، ده كده اسهل. طالما عنده حاجه يخاف منها يبقى هنوصل معاه النتيجه. المهم تتلعب بمعلمه. معلم. انشغلي قدامي يا حرمه. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ دول حرامية وعايزين يسرقوا المستشفى يا دكتور. اقفلي خشمك يا وليه، بلاش جلع اللي بديتها دي. اقعدي هنا. بقول لكم انتوا مين وعايزين ايه؟ انا حسان الدهشان كبير الدهشنا في وجه قبلي. واني صدام ابن معمر التميري. انعم واكرم. ممكن بقى افهم انتوا عايزين مني ايه؟ جيت للحته العفشه، جايين ناخد روحك عشان ناخد بطارنا ونرفع روسنا وسط التمايره والدهشنا. تاخد بطارك مني انا؟ ليه؟ عشان قتلت اخونا. اخوك مين؟ انا ما قتلتش حد. انا فكرك معذور. انا نفسي سواعي بنسى اللي قتلتهم. فاكر الحادثه اللي عملتها من 5 سنين؟ انا اياك تقول ما عملتهاش، لو كدبت هتخش النار، وانت دلوقتي بين ايدين الرحمن. ولاد عمنا قالوا لنا ان انت خبطته بعربيتك، مش كده يا كبير؟ صح. ياسين واد عمنا يشهد، أو جابر يشهد، وعبد سلام يشهد، ومحمد يشهد، وعبد الرحمن يشهد. نسيت عماد يا كبير. صح، عشان ما يزعلش. وعماد يشهد. كلهم كانوا بياكلوا فول من العربية اللي قدام الحادثة. ها؟ قول لا إله إلا الله. طب استنى بس، انا هقول لك على كل حاجه. الراجل ده ما ماتش. الراجل ده انا جبته وعالجته هنا على حسابي. لا مش ده. اللي دخل المستشفى رجله كانت مكسورة ودماغه سليمة. الراجل بتاعنا دماغه اللي مكسورة ورجله سليمة، مش كده يا كبير؟ كده. انا هقول لكم على كل حاجه. قول. الراجل ده انا بعد ما خبطته وجبته على هنا في المستشفى وقعدته في افخم سويت عندنا، بس بعد كده اكتشفنا انه عنده فقدان في الذاكره، وفقدان في الذاكره يعني عاهه مستديمه، ولو كنا قلنا كده كانت هتبقى مشكله كبيره وكان ممكن نروح السجن ومستقبلي يضيع. كمل. بابا زور في التقرير الطبي بتاعه. زور فوق على الرجالة. هو كتب في التقرير انه حصل له كسر وانه مش هيحتاج علاج اكتر من 10 ايام، بس احنا بعد ما خف شغلناه عندنا هنا في المستشفى واتعرف على ناس موجودين هنا وخدوه معاهم ومشوا. بتتكلم جد؟ والله العظيم هي دي الحقيقه. يخرب بيت ابو اللي جاب ابوك. والناس دول